في تفاصيل خطيرة جدا إخواني أخواتي بعد صدور أخبار صادمة واللي كتعلق بالأخت ديال المغنية. برز الهواتف المحمولة لدى الخبرة الوطنية والتقنية تمكنت من العثور على مجموعة من الأدلة والإثباتات، بل والأكثر من هذا يتم استدعاء في هذا الصباح هذا الوالدة ديال المغنية وديال الأخت ديال المغنية بسبب واحد الأمر اللي هو خطير الإخوان اللي كيتعلق بناهيد مون بيبي واللي نسباه أو لا نسب الاسم ديالو لشخص آخر. كيقولوا على أن هذا الحساب هذا كتصرف فيه او لا كتحكم فيه الاخت ديال المغنيه، والاخطر الاخوان هما غادي يلقاو ادله واثباتات تتعلق ببعض الصور وبعض المقاطع ديال الفيديو ديال وئام الدحماني وديال مجموعه من الاشخاص اللي كانوا تحت التهديد عن طريق هذا الحساب هذا. الاي بي ديال الهاتف واللي هو واحد الايفون، غادي تمكن الفرقه الوطنيه من العثور على مجموعه من لي دوكيمون ومجموعه من لي سيرفر اللي تحل بهم هذا التليفون هذا، وسبق لهم انهم بغاو يفورماطيوه بحيث بدلوا له واحد الشريحه ديال هذا التليفون هذا تبدلات عن طريق هذه الشريحه هذه اللي كتخزن المعلومات او لا نقولوا عليها الميموار ديال الهاتف اللي بطبيعه الحال راجع لهاد الناس هادو. فحاولوا انهم يخدعوا رجال الفرقه الوطنيه والعلميه، لكن رجال الشرطه عندهم مجموعه من الوسائل وعندهم مجموعه من الاجهزه اللي مكنتهم انهم يجبدوا بزاف ديال الحوايج من الهاتف المنسوب للعائله ديال المغنيه. الاخطر الاخوان وهو كاع الحوايج اللي مروا من الشاشه ديال الهاتف تمكنت العثور عليهم رجال الفرقه العلميه، واللي هي عباره على مجموعه من التصاور، عباره على مجموعه من الفيديوهات كتعلق بمجموعه من الفنانون اللي رحلوا لعند الله. يعني كاينين شي وحدين فيهم واللي من بينهم وئام الدحماني اللي كان خرج تشريح طبي وخبر بانها ماتت بسبب سكته قلبيه، حتى المكان اللي كانت توفات فيه خالي من البصمات. صارت القضيه على كذا، لكن بعدها طلع نقال علوم مجهول وقال ان سبب وفاه وئام هو شخصية مشهورة في الوسط الفني. الشيء إخواني أخواتي اللي غادي يخلي واحد الاستدعاء ديال الوالدة ديال المغنية والأخت ديالها بطبيعة الحال من أجل الإدلاء بالأقوال ديالهم، من أجل التصريح بسبب هذا الشيء أو هذه المعطيات اللي تلقات في هذا الهاتف هذا. لكن كاينين تسريبات كيقولوا بأنهم حاولوا ينكروا جميع المعطيات اللي كتعلق بهذا الشيء هذا بسبب التحقيقات اللي كتحقق معهم رجال الفرقة الوطنية، بحيث نسبوا الهاتف اللي خداوه أو اللي هو الآن في يد ديال الفرقة الوطنية ما شراوهش جديد، يعني شراوه كازيون. الأمر راجع الإخوان الأشخاص اللي كانوا يستعملوا هذا الهاتف هذا من قبل او لا قبل منهم. الشيء اللي خلى الزوج ديال رجوة السهل يخرج ويفرقع الرمانه ويفضح المستور او يكشف على معطيات اللي هي خطيره وخطيره بزاف، وينسب جميع الاتهامات اللي بطبيعه الحال ترمات على الزوجه ديالو، وحاولوا انهم يسربوا الفيديوهات الفضائحيه اللي كتعلق به وبالزوجه ديالو. الشيء اللي خلى الزوجه ديالو انها تطيح في واحد الوعكه صحيه سبب من هذا الشيء كامل او الانتقام ديالهم من رجوة، وهو قال لك العلاقه اللي كانت كتجمعهم من شحال هذه، بحيث قال لك شي نهار قلباتهم رجوة وخدات لهم شي فلوس. ولكن هو في الاصل الاخوان رجوة كانت خدمات معاهم في واحد لوكازيون، ولكن من بعد ما مشات تاخذ الحساب ديالها غادي تجي عندها الاخت ديال المغنيه وغادي تقول لها شكون اللي قال لك تمشي تحاسبي مع السيده وحنايا اللي جايبينك في الاصل. فهنا يدخلوا في مناوشات وقالت لهم انا راه خديت غير الرزق ديالي، خدمت عليه عراقيت عليه، واصلا السيده راه هي اللي مستدعاني. قالت لها لا راه دنيا اللي جايباك وانا بالدور ديالي واقفه في هذا الشيء كامل. الامر اللي بينو تحفه بطبيعه الحال وبين بان الاخت ديال المغنيه هي المسير الحقيقي الاصلي ديال الحساب ديال ناهيد مون بيبي، وهذا الشيء كامل تديروا من اجل تبرئه الاخت ديالها من حساب حمزه مون بيبي، باش مباشره فاش تخرج من السجن تخبر المتابعين ديالها، تخبر الاشخاص اللي بطبيعه الحال تيتبعوها على انها في الاصل ماشي هي اللي كانت كتسير الحساب الوهمي، وان الحساب الوهمي كان تيتفتح من مور ظهرها، واخا راه الاخت ديالها كيف ما خبرت تحفه هي اللي كانت كتفتحو وهي اللي كانت كتسيرو وهي اللي كتفضح مجموعه من الاشخاص عن طريق اسماء معينه كيف ما جا بطبيعه الحال على لسان محمد تحفه. ما بغاش تحشم هاد الابتسام باطمه، نشروا شي تصاور الرجوه خايبين بزاف خايبين بزاف. حشومه والله يتحشومه بالله، الله يتحشومه عليكم بالله. تخاصم مع شي واحد دابز معاه هاد التريك حمزه مون بيبي. ابتسام انت اللي نصرتي هادي، انت يا ناهيد، انت يا ناهيد مون بيبي من الاخر، لان انا كتفضحي في واحد الكونفرساسيون كتقول لها شوفي هاد الاخر ما تنقاش مع الصبني، هضرتي مع الهوتمان دوينتي معاه عشان نبقى نسول. الاخبار الاخوان اللي كتروج حاليا وهو ان اخت المغنيه قريبا غادي تمشي تخلط على الاخت ديالها في الودايه. يعني كاينين تسريبات كتبين بانها تورطت واحد الورطه اللي هي خايبه وخايبه بزاف، خصوصا قال لك قبل ما تدي التليفون او لا تعرض التليفون او لا تقدم التليفون لدى رجال الفرقه الوطنيه من اجل الخبره، قال لك داو التليفون لشي واحد. هذا السيد هذا اللي داو له التليفون حل التليفون وبدل ديك الشريحه اللي كتخزن جميع المعلومات او لا كتخزن الهيستوريك ديال الهاتف المحمول
المحمول، الامر اللي زادوا غرقوا به راسهم. لكن التقنيين ديال الرجال العلميه او الفرقه العلميه تمكنوا من العثور على مجموعه من المعلومات مرات على هذا الهاتف هذا، بل هو الاكثر من هذا، حسابات اللي تحلت عن طريق هذا الهاتف هذا بجيمايلات اللي هي مختلفه، تتحمل الاسم نفسه ديال الحسابات المشبوهه او الحسابات الفضائحيه اليوم اللي كتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها نايد مون بيبي، من بينها صالي برانسيس، من بينها حساب حمزه مون بيبي وغيرها من الهواتف. وراه كنسبق لدنيا باطمه وقدمت الهاتف ديالها لدى رجال الفرقه الوطنيه، وتمكنوا من العثور على مجموعه من لي سيرفر اللي مكنتهم عن طريق بطبيعه الحال الاي بي ديال الهاتف انهم يتوصلوا لهذاك الشيء اللي بغاو، واللي هو ان هذاك الهاتف اللي كان بطبيعه الحال تقدم لدى الفرقه الوطنيه هو نفسه الهاتف اللي كانت تتحل منه الحسابات الوهميه، من بينها حساب حمزه مون بيبي ومن بينها صالي برانسيس. فاليوم الاخوان كيحاولوا قال لك يديروا هذه الامور هذه من اجل الانتقام لدنيا باطمه، وقال لك لقاو مجموعه من المعلومات، مجموعه من الصور اللي هي فضائحيه منسوبه لاشخاص واحد اخرين، من بينهم صحفيين، من بينهم اشخاص اللي هما في الساحه الفنيه، من بينهم اعلاميون، وعلى سبيل المثال سعد المجرد، رجوة الساهل وغيرهم من الاشخاص اللي غير مؤخرا تسبب لهم هذا الحساب هذا في مجموعه من المشاكل، سواء المشاكل المهنيه ديالهم او لا الاسريه. وسعد المجرد راه كنت خبرتكم الاخوان بانه يعني كيعيش واحد اللحظات اللي هي شويه قاصحه بخصوص العائله ديال الزوجه ديالو اللي خرجوا وحاولوا انه يبينوا له بانهم تيتعرضوا للتهديد، وان الزوجه ديالو ما بقاتش قاده على هذا الشيء اللي ولات كتعيشو، خصوصا الضغوطات اللي ولات كتمارس عليها عن طريق جهات ما معروفاش، نوامر كيصونيو ليها وكيهددوا فيها، كيقولوا لها بان سعد خاصك تفرقي عليه، خاصك تبعدي منه، ما خاصكش تبقاي معاه. هذا الشيء اللي خلى العائله انها كامله تخاف على بطبيعه الحال الزوجه ديال سعد مجرد اللي هي غيثه، ثم يحاولوا انهم يلقاو شي سبيل او لا شي حل من اجل الخروج من هذا الشيء هذا. فسعد المجرد كيحاول انه حتى هو بالدور ديالو يتوصل بمجموعه من التهديدات اللي بينات هذه التهديدات على انه فعلا السيد ممارس عليه مجموعه من الضغوطات او لا مسير من طرف احدى الجهات، لا من ناحيه ديال اللوك ديالو اللي ولا تيلبس، لا من ناحيه ديال الخرجات الاعلاميه ديالو عن طريق الشكل المستفز اللي كيحاول انه يظهر به في اي خرجه اعلاميه او لا صحفيه او لا على شي كليب ديالو او لا شي طلعه ديالو في شي مسرح او لا في شي سين. بلا ما نساو الهجمات اللي كان سبق للحسابات الوهميه، هجمات على سعد المجرد هو والماناجر ديالو، مجموعه من الاشخاص اللي كانوا بطبيعه الحال باغيينه انه يطيحوه او لا يضربوه. اليوم الاخوان الوالدين ديال غيثه واللي هي الزوجه ديال سعد المجرد كيطلبوا من سعد انه يوصلوا لواحد الاتفاق اللي كيرضي الجوج معا، يعني كيرضي الزوجه ديالو كيرضيه هو بالدور ديالو، من اجل انهم يتفارقوا على بعضياتهم وان كل واحد ياخذ الطريق ديالو. واش فعلا الحساب مازال تيمارس الضغوطات على هاد الناس هادو؟ واش تقدر تشوفوا او نقدروا نشوفوا اخت المغنيه في الودايه هاد الشيء اللي صرح بها الاخوان تحفه، وخبر بانه في القريب العاجل غادي يقرقبوا عليها، وماشي بوحديتها بطبيعه الحال، كاين معاه واحد الشخص اللي كيقولوا عليه بانه كيساعدها، تيوقف معها وكيحاول انه يلبي لها جميع الطلبات اللي كتطلبهم، سواء كانت كتعلق بالحسابات الوهميه او لا كتعلق بالامور الشخصيه العائليه. فكالعاده الاخوان ما تنساوناش باللايك ديالكم، ما تنساوناش بالتعاليق ديالكم، بغيت كلشي يهبط لتحت الاخوان ويخلينا الراي ديالو في خانه التعاليق بخصوص هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه بسبب هذه الحسابات هذه. بل والاكثر من هذا ولاو تيخرجوا اشخاص اللي تيحاولوا انهم يبرئوا اخت المغنيه ويبرئوا المغنيه بالدور ديالها. وانا بالدور ديالي غادي نختم هذا الفيديو بسؤال: الا بصح هي ما دارتش فاذا هي علاش تشدات؟ ان لم تكن هناك اتهامات، ان لم تكن هناك ملابسات، ان لم تكن ادله واثباتات، فما يمكنش يشدوها، ما يمكنش يلقيو عليها القبض وتاخذ الجزاء ديالها. ما تنسوناش الاخوان بالتعليق ديالكم. حتى لا اطيل استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.